فلسطيني، أنت تعرف وين إسرائيل؟ روح لإسرائيل وحل قضيتك. يا عزيزي هي قضيتك وأنت الوحيد من يقدر على حلها. السعوديين ما هم فاضيين لك، احنا مشغولين في المستقبل، نبني نيوم ونبني مشروع البحر الأحمر وقاعدين نطمح طموحات عالية جدا، وتجينا أنت تشغلنا بقضيتك لا أبوك على أبو قضيتك. عزيزي الفلسطيني أزعجت أمنا بالعروبة. عزيزي نحن لسنا بحاجة عروبة الاقتصاد، العروبة اللي ما تجي لو احنا أغنياء ما نبيها. عروبتكم هذه كلام فاضي، حل قضيتك بنفسك، حنا مشغولين بمستقبل جدا جدا. فلسطين ليست قضيتي، هاي فلسطين ليست قضيتي. إذا ردنا نترجمها باللسان المحمدي الأصيل، إذا ردنا نترجمها بلغة محمد صلى الله عليه وآله، اللي قال من أصبح وأمسى ولم يهتم بأمور المسلمين ليس بمسلم. فهاشتاج فلسطين ليست قضيتي معناه بالقاموس المحمدي الأصيل أنا لست بمسلم. لما ترفع هاشتاج فلسطين ليست قضيتي يعني جاي تقول أنا لست بمسلم. هيا إذا ردنا نترجمها بلسان محمد صلى الله عليه وآله، بعدين على مبناك أنت ليش ليست قضية؟ إذا أنت مسلم ففلسطين قضيتك، إذا أنت عربي ففلسطين قضيتك، إذا أنت إنسان هم فلسطين قضيتك. فمن تقول فلسطين ليست قضيتي يعني أنت طلعت من الإسلام وطلعت من القومية مالتك وطلعت حتى من الإنسانية، لأن ذولي حتى الإنسانية ترفضهم، يعني فضلا عن الإسلام وفضلا عن القومية وحتى الإنسانية ترفضهم. عرفت شلون؟ لأنه ما يفعلونه بالفلسطينيين يندى له جبين الإنسانية. فأنت لما تجي هذا عادي، هذا ما يتناقض مع العيش الكريم. بالحياة المحمدية لما اجى صلى الله عليه وآله، الحياة المحمدية بها مجموعة من المقومات، من أول مقوماتها هاي الحياة سواء كانت فردية أو اجتماعية العزة. العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. هاي العزة ايش تفرز لك؟ تفرز لك العلو، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. هذا واحد من مقومات الحياة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وآله.